فالشباب اليوم إذا جاءك هذا العام ووجدك تسرد عليه قصة المولد النبوي الشريف، جاء سيدنا رسول الله وولد ثم تختمها في 10 دقائق ولا 20 دقيقة، ثم إلى العام القادم نفس الشيء، تسرد هذه القصة وهكذا، وعامين و3 و10 و20 سنة سيملون. وإذا رأوا بأن هناك ملل في هذا الدين سيلجؤون إلى الإلحاد، سيلجؤون إلى الماديات وإلى الدراسات يعني الغربية بما فيها من فلسفة وتنمية وكذا. لماذا؟ لأن فيها العمق، فيها التطور، فيها التجديد. أما يعني تخليه مع سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظاهر الأمر بأنها يعني جامدة، لا حاشا، نحن الجامدون. أما سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أعماق ولها آفاق متجددة ما تجدد الزمان والمكان، لأنه لا زال رسولنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. ما دام مزاره لنا سيدنا رسول الله رسول، معناه في هذا الزمان بما فيه من تداعيات إيجابية أو سلبية هو منيرها وهو مزكيها صلى الله عليه وسلم، وهو مفتاح ترقيها لمن أراد أن يترقى في هذا الزمان من خلاله صلى الله عليه وسلم. فإذا السيرة النبوية الشريفة ما فقهناها بهذا المستوى كما فعل الشيخ البوطي وكما فعل الشيخ الغزالي لما كانوا بذاك المستوى من الثقافة والحضارة، كلاهما دكاترة يعني وكلاهما يعني عمداء في الجامعات، وكلاهما يعني الاثنين عندهم يعني احتكاك بأولئك المثقفين والملاحدة، وذهبوا إلى الغرب وفعلوا يعني مناظرات وكذا وكذا. جاء هذا العلم نتيجة لماذا؟ لدراسة الواقع، الفكر والفقه كما يقولون. ادرس واقعك تعرف كيف تنزل عليه الأحكام. ففقه السيرة النبوية الشريفة جميل، هذا في بابه. كذلك نحتاج إلى أسرار السيرة. لماذا؟ لنترقى روحانيا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل أن نتجدد وأن نجدد الترقي في الحضارة، وكذلك نحتاج إلى الترقي في الحضارة. عمارة الأرض شيء جميل، وعمارة الإنسان أجمل منه. احنا الأصل فيها عمارة الإنسان، وعمارة الإنسان لا تكون إلا بالاتساء والتفاني في الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم. والإنسان الكامل متصور في سيرته العظيمة صلى الله عليه وسلم، ولكن السيرة بالسريرة كما قلنا البارحة. القرآن العظيم فيه كل المستويات وكل المدارك، ولا يخرج عنه أحد سواء المبتدئ ولا المنتهي. حتى سيادنا الأولياء كلهم يغرفون من بحر القرآن الكريم، ولكن القرآن الكريم بظاهره وباطنه، بظاهره وباطنه، مش بظاهره فقط. مش ما يجيش واحد يحجر علينا الحقائق ولا المعارف. انظر الفتوحات المكية سيدي ابن عربي هي 8 مجلدات، قال ما خرجت فيها عن القرآن الكريم ولو حرف، ما خرج فيها من القرآن الكريم. كل الذي قلته فيه فتوحات المكية 8 مجلدات كلها أسرار من القرآن الكريم، مع أنك أنت حينما تقرأ في الظاهر لا تجد دليلها في القرآن الكريم في ظاهر الأمر، ولكن أخذها من باطن القرآن الكريم، من تجلي كلام الله سبحانه وتعالى الباطن، من روح النبوة المحمدية وراثة. فأسرار السيرة النبوية الشريفة قلنا يحيي فينا الارتباط بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الارتباط الروحي. مثال في يعني عند سيد ابن عربي لما تكلم أسرار، نضرب مثال يعني الهجرة النبوية الشريفة في مولده صلى الله عليه وسلم، الأمثلة واضحة في درس الصباح. نعطي مثال على هجرته صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. سيد ابن عربي يقول في صلاته الكبرى هذه التي استفتحنا بها الآن: اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أول التعينات المفاضة من العماء الرباني. هذا كمال، هذه الحقيقة ترجع إلى علم الكمالات المحمدية، ما عندهاش علاقة بأي علم. علم الكمالات الذي تكلمنا عنه له البارح يعني.
وآخر التنزلات المضافة إلى النوع الإنساني، ها جات الجسمانية تاع سيدنا رسول الله، هنا جات السيرة النبوية الشريفة، هناك نورانية وهنا جسمانية، وبينهما الروحانية. المهاجر من مكة كان الله وما معه شيء ثاني، ولا ليس معه شيء ثان، إلى مدينة وهو الآن على ما عليه كان. شوف كيف ربط معنى الهجرة بمعنى حديث كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. ما الرابطة هنا في دخول يعني هجرة سيدنا رسول الله مع الكلام على أحدية الله سبحانه وتعالى مما وراء هذه العوالم الواحدية؟ العلاقة بينهما هذا ولا نبحث عنه احنا اللي يسمى أسرار السيرة النبوية الشريفة، أن تأتي بالحقيقة كما هي مكنونة ثم تنزلها على ما هو ظاهر من العلوم المحمدية. هنا ينتج عندك علم أسرار السيرة، أسرار شمائل، أسرار القرآن الكريم، أسرار الحديث، أسرار الفضائل، وهكذا. فتلك الحقيقة المحض لعل ما كل الناس يستطيعون قبولها، ولكن حينما تمزجها بشيء من الأحاديث والقرآن والفضائل والشمائل والسيرة تكون يعني فيها نوعا ما يعني المزج هذا يكون مقبول، ما كما الصرف تتنزل لعقول الناس ولقلوبهم. وهو ليس دليل مباشر، خذه من باب الإشارة، خذه من باب الإشارة، مو شرط يكون دليل. هنا يعني هذه الآية، هذه الصلاة ما هوش دليل هنا، وإن كان ذكر حديثا كان الله ولا، ولكن مزجه من باب الإشارة، هذا تفسير إشاري. فمعنى هذا يريد أن يقول أن الهجرة النبوية الشريفة التي كانت من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة تشير في حضرته صلى الله عليه وسلم إلى تجلي الله سبحانه وتعالى وظهور الله سبحانه وتعالى من كان الله ولا شيء معه، من الحضرة الأحدية إلى الحضرة الواحدية، من حضرة الصرافة العماء إلى حضرة الظهور، من حضرة الذات المطلقة إلى حضرة الأسماء والصفات التي نعم تقتضي ظهورنا نحن يعني. فإحنا رانا ظاهرين بالأسماء والصفات، رزق، حياة، موت، كلها أسماء تمدنا. أما حضرة الذات الصرف ما عندناش، إحنا ما عندناش دخل فيها. كذلك لما كان في مكة المكرمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان في صرافة، لما نزل المدينة المنورة اتسعت الدائرة. هنا إشارة إلى حضرته صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك في تنزله من حضرة يعني النورانية إلى الحضرة الروحانية إلى الحضرة الجسمانية. هو سيدنا صلى الله عليه وسلم لما مشى إلى المدينة المنورة ترقى في المقام أو تدنى حاشاه صلى الله عليه وسلم؟ إذا ترقى لا شك. لما دخل المدينة المنورة قال اللهم اجعل في المدينة المنورة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة. إذن هذا يدل على أنه كذلك زاد صلى الله عليه وسلم في المقام. وللآخرة خير لك من الأولى، كل شأن آخر خير له من كل شأن سابق صلى الله عليه وسلم. ولكن الشأن الآخر هنا اللي هو التنزل الجسماني، هل هو خير من الحضارة الروحانية والنورانية؟ له صلى الله عليه وسلم نعم. لماذا؟ لأنه دائم ترقي صلى الله عليه وسلم. هو ليس الجسمانية أفضل من الروحانية والنورانية، ولكن حال شأنه صلى الله عليه وسلم عموما في هذه الحضرة أعظم مما كان من قبل. لماذا؟ لأنه لما كان بالنورانية الصرف لم تكن هناك روحانية، كان في الإجمال، ثم لما جاءت الروحانية نزل إلى تفصيل الصفات من بعد تجلي الذات، ثم هكذا لما جاءت الجسمانية نزل إلى تفصيل الأفعال من بعد حضرة الأسماء. فهذه كلها مشارب تفصيلية زادته صلى الله عليه وسلم رقيا وتعرفا على الله سبحانه وتعالى. ولما كان تنزل بأمر الله الذي يأتي بالشيء بالأمر الذي يطيع الأمر، هو في ترقي أم في تدني؟ تنزل لنا بأمر الله أم لا؟ ليرحمنا، إذن يترقى صلى الله عليه وسلم. لو أن معلم مثال ولا أستاذ نقولوا روح قرينا الأطفال في مستوى، هو حينما يقريهم يشوف في روحه يطاح في المستوى،
يتكلم مع وحدين ألف باء تاء ثاء جيم، هو مستوى عالي، ولكن حينما يقريهم ذاك الزمان نزيدوه نعطوه الشهر. نهار ما كانش يقريهم ومريح في دارهم ما كنا نخلص. تنزه صلى الله عليه وسلم عن هذا المثال. إذا ساداتنا الأنبياء والرسل لما نزلوا إلى الرسالة بأمر الله نزلوا يعطون ويمدون، فازدادوا رقيا عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك من جهة أخرى تحقيقية نزلوا لله ليشهدوا تجليات الله سبحانه وتعالى في الأكوان، فهم في نفس الوقت يترقون في العطاء ويترقون في شهود الله في الخلق، فصار لهم مقام الجلوة في الخلوة أو الخلوة في الجلوة، يعني يشاهدون الله سبحانه وتعالى في الظهور من بعد أن كانوا يشاهدونه في الخلوات في البطون. هذا لتقريب المثال. هذه في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كمثال ذكرناه في الهجرة إجمالي.